بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم من قناة نور الزراعة. أحييكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن محصول بقولي آخر، هو البرسيم الحجازي اللي بيزرع في شهر 10 و11 اللي هو أو أحيانا 12. البرسيم الحجازي طبعا بيعمل على تثبيت الأزوت الجوي، تحسين خواص التربة، غذاء كامل يحتوي على كافة المواد الغذائية. أصنافه: في أصناف بتتحمل البرودة الشديدة، في أصناف بتتحمل البرودة المتوسطة، في أصناف لا تتحمل البرودة. هو يتحمل نسبة ملوحة عالية، ما بيحتاجش المية كتير. البيئة المناسبة هي المقاومة للجفاف والملوحة والبرودة، تحتاج إلى تربة عميقة جيدة الصرف، منخفضة القلوية قليلة الملوحة لعمق 1 متر. وأحيانا بيزرع من 5 إلى 15 سنة، ويفضل إنه يكون 5 سنوات بس حتى لا يكون مصدر للآفات والحشرات القارضة زي الديدان والحفار. طبعا طريقة الزراعة بتاعته إنه بيزرع بدار أو أحواض أو خطوط أو مساطي. خطوط متعامدة. معدل التقاوم بتاعته في الأراضي الطينية من 10 ل 12 كيلو للفدان، في الأراضي الرملية من 12 ل 16 كيلو للفدان. طبعا بنعالج البذور بالعقادين أو المطهرات الفطرية، ويفضل خلط البذرة بالمطهرات الفطرية. عمق الزراعة للبرسيم الحجازي من 5 إلى 1 سنتي تحت التربة. الحش طبعا، الحشة الأولى بتبقى على عمر 90 يوم من الزراعة. بعد كده الحشات الأخرى ممكن تكون كل شهر على حسب. المحصول بيحتاج إلى البوتاسيوم والنترات والفوسفور. الفدان البرسيم الحجازي بيحتاج إلى 250 كيلو سوبر ناعم، 250 كيلو سوبر محبب، ويضاف إليهم 100 كيلو سلفات البوتاس، ده قبل الزراعة. ويفضل إضافة اللوريا رش أفضل. طبعا 2 كيلو يوريا مذابة على 100 لتر ماء رشا، ورشة عناصر لتعويض العناصر الفاقدة. طبعا كل رية ممكن ندي للفدان شكارة يوريا أو نترات أو ملح على حسب احتياج الزرع. زراعة البرسيم الحجازي لإنتاج البذور، يفضل ترك النباتات لتزهير في شهر إبريل اللي هو شهر 1، يعني إبريل اللي هو شهر 4. طبعا مع توفير العدد الكافي من خلال النحل لعمل التلقيح اللي بيكفي ما بين 3 ل 4 خلايا للفدان. طيب، الآفات الحشرية والمرضية التي تصيب البرسيم. الآفات الحشرية للبرسيم الحجازي: دودة ورق القط، مكافحتها ضمن مثال 90%. طبعا المكافحة بتاعتها سوسة ورق البرسيم، المكافحة بتاعتها برضه مادة ميثايل 90%، أو كلوروبروفوس، أو سايبر ميثيلين. الأمراض التي تصيب البرسيم: الأمراض الفطرية زي الذبول الوعائي، طبعا عفن الجذور وتقرح الساق، عفن الفيتوفثرة، ماشي، وبعض الأعفان دي طبعا بتعالج بكبريتات نحاس أو برمجان البوتاسيوم. والانسركنوز طبعا دوت من الأمراض برضو. الأمراض الانسركنوز ده طبعا علاجه انتخاب أصناف مقاومة، التخلص من النباتات المصابة وإعدامها. التبقع استنفولي، بعض التبقعات طبعا دي أمراض كلها فطرية بتعالج بمادة الكبريت الميكونة أو النحاس أو مادة فوستيل الألمون. الأمراض البكتيرية زي الذبول البكتيري، تبقع البكتيريا على الأوراق، البيوزك، وهذه برضه بتعالج يا إما بالحشري يا إما بالفطري. طيب، في نباتودة برضه بيصيب البرسيم الحجازي بعض الأمراض النباتودة، وتعالج بمادة إكزامير 24، أو مادة ألبكتين 1.8، أو مادة الميناموفوس، أو مادة المواد البكتيرية ناتجة من مركز البحوث اللي هي حيوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.